يا مساء الخير بالهنا والرضا والسعاده وكل حاجه حلوه عليكم. هقول بسرعه شعار الحلقه. يا جماعه انتوا مش عارفين اسمي؟ مش معقوله. انا اسمي رقية يوسف. طيب شعار الحلقه لا اعاقه لكل صاحب اراده. من الحاجات بقى اللي بتضايقنا اللي احنا مثلا اكون مروقه حاجتي مظبطه دنيتي. انا اللي مرتبه ضرفتي، انا ما بحبش حد يرتب لي ضرفتي لاني انا ببقى في سيستم كده في دماغي خلاص معين. انا ما بحبش حد ولا يحركه ولا يعمل اي حاجه. انا من الشخصيات المنظمه جدا، يعني لو انا متحرك ولا حاجه اتحركت انا ببقى عارفه، يعني انا ببقى عارفه ربنا كده خد مني حاجه، بس سبحان الله سبحان الله اداني مليون حاجه تانية. يعني عايزه اقول لكم ان انا عندي نسبه، مش انا بس، ده الناس كلها يعني اللي هو زيي عندهم نسبه الشم عاليه جدا. طب قولي لهم بس ان انت لو حد جه جنب حاجتك بتعملي ايه؟ هم عارفين والله، هم يعني عارفين. يعني هم اكيد الناس اللي عارفين ان انت بتتعصبي جدا. اه قولي لهم ما هو بقى. باين، انا بتعصب فعلا جدا. انا ما بسيبهمش، انا بجد فعلا ما أيوة فعلا. بسيبهمش. بخرب الدنيا حرفيا. تحس ان الحرب العالميه الثالثه صوت عالي بقى وبتاع ومفيش اي حاجه بتثبت على حالها، يعني والله. ما بتسكتيش فعلا يعني. كملي. تمام. بس فانا من الشخصيات اللي هو ربنا مميزنا بنسبه شم عاليه جدا ونسبه سمع عاليه جدا والاحساس طبعا، عشان ربنا خد مننا حاجه غاليه، بس ربنا طبعا زي ما قلت لكم هيدينا حاجه تانية احلى منها. فعندنا بقى نسبه الاحساس تبقى عاليه قوي قوي قوي. من الحاجات بقى الطفل بيمشي بطيء او بيمشي سريع، ده بيبقى راجع منك انت يا مامي. ليه بقى؟ لان انت لما تيجي ماشيه ما بتاخديش بالك ان بتبقي سرحانه في اي حاجه تانية، ضغوط البيت، في المصاريف، في اخواته التانيين، فانت مشغوله مش مركزه، ناسيه ان معاكي طفل يعني ليه ظروف خاصه. لما تيجي نازله او طالعه او سلم او اي حاجه ما بتقولوش، فبالتالي الطفل يا روحي بيقع، ما بياخدش باله، هو مش واخد باله من إن في درجه او في رصيف او في اي حاجه قدامه، فانت ما بتقولوش، فبالتالي بتلاقيه ماشي كده بحاجات حاجه بطيئه او مش خايف يمشي، بمعنى اصح خايف يمشي وخايف يمشي لان انت مش معودين مثلا في سلم في اي حاجه ما بتقولوش. الطفل بقى اللي ماشي سريع ده يبقى راجع برضو الاهل لو في سلمه او في اي حاجه فبتقول له. جماعه بصوا بقى، في حاجه تانية بتضايقنا اللي هو مثلا لما يجي مثلا اقول لك ايه، انادي عليكي تعالي يا فلانه او تعالى يا فلان، ففلان وهو جاي او هي جايه تقوم جايه مخبوطه في حاجه او مكعبله في حاجه تقوم جايه واقعه، انهم جايين هستيريا الضحك عليهم. ليه هستيريا الضحك اللي بتحصل ليه؟ انا عارفه ان انتوا غصب عنكم، وعارفه ان انتوا بتضحكوا على اي حد مثلا مبصر او ليه ظروف خاصه بتضحكوا عليه، انا عارفه، بس احنا حاجه بتضايقنا. جماعه الحاجه الثالثه اللي بتضايقنا اللي هو مثلا اكون مثلا واقفه مع حد وجاي مشاور، انت حضرتك مشاور على ايه؟ انا مش شايف حاجه غير صباعك هيدخل جوه عيني. مش معقوله بجد. من الحاجات اللي بتعصبنا جدا بجد. يعني ايه بيشاور جوه؟ يعني ايه بيشاور على؟ بصي هو انا مش ببقى عارفه، بس ببقى في حاجه كده صباع هيدخل جوه عيني. مش معقول بجد. او المشاوره بشكل عام انا ببقى حاسه او ببقى عارفه، مش انا لوحدي. ان انت كفيفه يعني. لا الاهل اللي بيشاوروا، الاهل انتوا اللي بتشاوروا علينا. ايوه احنا بنشاور عليكم. او لا بتشاوروا في بعض المواقف، بتشاوروا والله. او مثلا في مثلا ايه لما تيجي مثلا ايه هقول لك هي مالها عينيها عامله كده ليه؟ ناس كتير جدا بتعرض لحاجات مش ألذ حاجه، هي عينيها عامله كده ليه مش عارف ايه، فانتوا عشان مش عايزين يجرحوا مشاعري فيقوموا مشاورين. المشاوره دي ايه؟ انا مش ببقى عارفه، بس مش مشكله يعني. دي برضو من الحاجات اللي بتضايقني، ويا رب اكون مطولتش عليكم ولا رخمت عليكم خالص يعني. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالحلقه، وانا اتبسطت قوي معاكم. شكرا ليكم وسلام عليكم.